بصمة هو مشروع فن ثقافي للتأكيد على هويتنا الثقافية الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني في الداخل، لتأكيد انه احنا جيل ثالث ما بعد النكبة بنحمل رسالة ورسالة صمود وبقاء. احنا هدفنا بالنهاية نوصل صوت ورسالة ثقافية، احنا مع البقاء بسلام ولكن مع اعطاء حقنا انه احنا نعيش ونمارس لغتنا، ثقافتنا، هويتنا الفلسطينية على اكمل وجه. فانطلاقتنا رح تكون من ناصر ورح ندور على اكثر من 30 بلده اللي فيها رح نعمل نفس الايفنت، نخلي اهلنا في كل مكان يبصموا على حقهم في وجودهم في هاي الارض. ورح ننطلق للايفنت النهائي الكبير اللي رح يكون بشهر 9 ان شاء الله، اللي من خلاله رح يكون تحطيم سلسله ارقام قياسيه في موسوعه جينيس، لوحتين كبار، لوحه كل لوحه بمساحه 180 متر مربع، مجسم شجره زيتون من 48076 و67 انينه بلاستيك، 48067 انينه بلاستيك. كمان في رسالة انه الشجرة هي رمز للصمود والبقاء، ومادة البلاستيك لا تتحلل في الطبيعة. كمان في رسالة لطواقمنا المتطوعين في كل مكان انه حافظوا على البيئة. طبعا مشروع بصمة للفنان هاني خوري اللي احنا داعمينه بلدية الناصر وراسه رئيس البلدية، اللي راح يكون بالقفزة بشهر 9. فاليوم احنا افتتحنا بالبصمة اللي راح يكون هاي الشاشة قديش بيكون في بصمات بيكون افضل واكثر. احنا بندعم كل فنان بجا لبلدية الناصر، ذات البلدية بندعمه حتى نوصله اللي هو بيحلم فيه. فهاني خوري توجه لنا من اول يوم اجى لعندي، انا دعمته. وهاي اليوم احنا بلشنا بالبرنامج، اليوم في البصمة، وبتأمل بشهر 9 كمان جبل القفزة يكون برنامج 5 أيام 6 أيام تقريبا أسبوع، اللي يشترك فيه كل العالم، مش بس الناصر والوسط العربي، كل العالم يشتركوا معنا حتى نحقق له أمنيته وحلمه لهاني ولكل فنان. الواقع أنا تفاجأت بدعوتي لهذا اليوم، اللي بعد الدعوة تقشعر له الأبدان إنه الإنسان يتقبل دعوة من هاي النوع، دعوة شرف واعتزاز، إنه يجي يحط بصمته في مشروع البصمة حتى نثبت ونقول إحنا باقيين هون على طول. هاي الأرض أرضنا، وهذا البلد بلدنا، والشجر شجرنا. هي ما قصة شعار، قصة حق لكل إنسان يحط بصمته في كل مكان. زي ما شعوب العالم بتطالب بحريتها، بتطالب انها تعيش بامان وبسلام، شعبنا الفلسطيني لازم يستمر في حياته باحترام وبعزه وبرفعه راس من اليوم على مدى الايام.